والنهارده معانا ملخص قصة استوديو منتصف الليل للصور. وبما ان الصور لها دور كبير في حياتنا، عشان كده الكوريين قرروا يعملوا فوتوسيشن للموتى. عاوزين تعرفوا ازاي؟ تعالوا اما اقول لكم. وبتبدا قصتنا بالبطل الوسيم الامور اللي مفيش منه اتنين وهو هان، وبيقول لنا انه مصور جبار ودي مهنة عيلته من اجيال طويلة. وبنشوف شاب جميل وهو داخل يتصور، وبنشوف الصورة وبيطلع ما شاء الله. ايه ده؟ جثة. ايوه، اصل هنسى يقول لنا انه مصور موتى، يخرب بيت دي شغلانه. وبنرجع للزمن اكتر من 200 سنه في جبل سحري متجمع فيه عدد كبير جدا من الاموات، بس هم احياء لكنهم اموات. لا بقول لكم ايه، ركزوا معايا كده، انت هتهنجوا من اول مشهد. يعني هم ماتوا بس لسه ما اتحاسبوش ولا تحدد هم يدخلوا نار ولا يدخلوا الجنه، وانا اشك بصراحه في موضوع ان هم يدخلوا الجنه ده. المهم ان بيبقى في واحده ست بتقرر ان هي مش عايزه تموت، والله، وبتقول لنفسها لا انا معلش يعني مش ناويه اموت النهارده، ناويه اروح اشوف بنتي الاول وبعد كده ابقى ارجع لكم تاني. وفعلا مش بتكدب خبر، وبتسيب الطريق اللي كل الاموات ماشيين فيه وبتجري في طريق تاني، والطريق ده بيتهد من حواليها، وبيبقى فيه بركان على يمينها وبركان على شمالها، وهي ماشيه في الطريق بتدلع تملى القلل لحد ما بتعدي الطريق ده. وبيحكي لنا هان ان الطريق ده من اصعب الطرق اللي ممكن يمشي فيه واحد ميت. انا مش فاهم ميت وبيمشي ازاي، بس خلينا نكمل معاهم للاخر. المهم ان الست دي كانت بتسعى عشان توصل لكاميرا فوتوغرافيه، والكاميرا دي بتصور الذكرى الاخيره للمتوفي، واللي بيقدر ياخد الكاميرا او يلمسها بيبقى له امنيه لازم حارس الكاميرا حققها له. بصوا بقى، هي نفس فكره مصباح علاء الدين بس الكوريين خلوها كاميرا. المهم ان الست قبل ما بتسرقها بيبقى في بني ادم من عالم البشر واقف وبيتفرج على الجثه وهي بتملى القلل، قصدي بتسرق الكاميرا. هتسالوني وتقولوا لي الراجل اللي لسه عايش ده ايه اللي جايبه في المكان المنيل ده؟ هقول لك احنا كده كبشر ما بنسيبش حاجه في حالها، حب استطلاع بقى، وكمان دي نظره الكاتب المنيل على عينه. المهم ان الراجل ده قبل ما الست بتمد ايديها على الكاميرا بيجري بسرعه بكل قوته وبيخطف الكاميرا منها وبيطلع يجري. يعني احنا عندنا دلوقتي اتنين بيتخانقوا على الكاميرا، واحده ميته وواحد عايش، والحارس بتاعها تقريبا حاطط ايبودز في ودنه. المهم ان الحارس اخيرا بيفوق وعينه بتلمع وهو بيقول ايه ده؟ امسك يا ولد، حرام يا ولد، وبيطلع يجري هو والارواح الشريره بتاعته ورا الشخص اللي خطف الكاميرا. والراجل ده بياخد ديله في اسنانه وبيطلع يجري لدرجه انه بيتكعبل والكاميرا بتقع بعيد عنه وبيطلع منها ضوء غريب، بس هو برضه بياخدها عادي جدا وبيطلع يجري على البيت. اقسم بالله حب الاستطلاع اللي عند البني ادم ده هيموته. وبنعرف انه عمل كل ده لان ابنه مريض جدا وابنه الوحيد، وهو عايز يتمنى امنيه من صاحب الكاميرا ان ابنه يعيش، فبيجري بسرعه وبيخلي ابنه يحط ايده على الكاميرا، وبيجي فعلا حارس الكاميرا وبيقول له انت اهبل يا اسطى، انت عارف الكاميرا دي بقالها كام سنه؟ انت عارف انا شاريها منين؟ ده اصدار محدود مش هتلاقي زيها. لكن الاب اليائس بيطنش كل ده وبيترجاه انه يخلي ابنه يعيش لان ده رابع ابنه يموت له وبيبقوا مولودين بمرض خبيث. فحارس الكاميرا بيقول له طب يعني ما شاء الله ده الابن الرابع، انت مش حاسس ان في حاجه غلط، انك محتاج تغير المدام مثلا؟ ولان الراجل مش بيقتنع بكلام الحارس فبيقول له انا عارف ان البشر شويه اغبياء، حاضر يا اخوي هخليه لك يعيش، بس معلش لكل فعل ردة فعل، وكان ممكن تتنقل على عينك وتجيب ابنك معاك، اسهل لك واسهل لي، وتخليه يحط ايده على الكاميرا هناك. لكن انت مرمطني من الجبل السحري لحد بيتكم المعفن ده. ايه ده البيت رحته بصل مصنم وخليتني اطلع اجري وراك انا والرجاله واعمل لك سحر يمكن تخاف وتتنقل تقف، وانت برضه مفيش خالص. وعشان كده معلش لازم ابنك يتلعن. ما هو مش انت تمنيت امنيه، يبقى لازم يكون في لعنه، واللعنه دي هي ابنك مش هيعيش اكتر من 35 سنه. ومش بس كده، ده الحارس السحر بيضحي، ده ابنك وكل اللي جايين بعد منه من اولاده واحفاد احفاد 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 احفاده، محدش فيهم هيتخطى سن ال 35 ولازم يموت في يوم عيد ميلاده. والاب اللي ما عندوش مخ ولا اي حاجه حرفيا بيوافق وبيدمر اجيال جايه عشان ابنه يعيش. وبالفعل المعجزه بتتحقق واللعنه كمان بتتحقق، وبعد اجيال واجيال من العيله دي بيجي الجيل السادس واللي بيكون الحفيد الاخير فيهم هو هان، واللي يعني بيبقى نايم في قلب الكنيسه والقسيس عمال بيدعي للناس، وهان ما صدق انه خلاص يغمض عينه في قلب الكنيسه رغم الاصوات والدوشه اللي حواليه، بس هو منسجم في النومه بتاعته لحد ما بيصحيه واحد من الموجودين وهو بيقول له عيب كده يا استاذ، ده القسيس عمال يدعي وانت عمال بتخبط. فهان قال له ان شاء الله تشل يا اخويا، والله ما خبطت انا نايم في امان الله. بس فعلا بيبقى في صوت تخبيط جاي من جنبه، وبيكون ده الشاب وان واللي بيكون عفريت ما شاء الله ومحدش شايفه غير اخونا هان. وقال لهان بقول لك ايه، هتيجي معانا بالزو ولا اجيب لك هيون؟ وهان لسه هيستعطفه ويقول له بلاش، فبيدخل هيون واللي بيكون هو كمان عفريت ومحدش شايفه غير هان، وبيقوم شايل هان هلا هوبا وواخده وماشي من الكنيسه، والقسيس بيفضل يدعي وهو مرعوب والناس اللي معاه لانهم شايفين هان طاير في السماء ومحدش شايف الاتنين العفاريت اللي حواليه. وبيروحوا على الاستوديو وهان بيلبس البدله، وهان بيقول له بقول لك ايه، استحمل هم 12 ثانيه بس واوعدك ان الموضوع مش هيتكرر تاني الا كمان 3 ايام على الاقل. فهان بيقول له ماشي بس ابوس ايدك انجز. وبنشوف عروسه زي القمر واقفه وبيكونوا هيصوروها لان مفيش عريس، فهان اللي بيتصور معاها وخلاص الصوره هتتلقط، وهان مغمض عينه وهو واقف قدامها، لكن فجاه العروسه جسمها بيزرق وبنعرف انها جثه وجايه هنا عشان تتصور. ما تتفاجئوش يا جماعه، ما هي القصه كلها هبل في هبل، وقلنا ان الجثث بتمشي وبتتصور عادي وكمان بيلبسوا فساتين قشطه يعني نو بروبلم.
لكن هان بقى بيفتح عينه قبل ما ياخدوا الصوره وبيتصدم من منظرها وبيفضل يصوت على اخره كان لسه هيجري. وبتقول انت رايح فين يا حلو انت يا شوكولاته؟ ده انا هتباس النهارده يعني هتباس. وكانت مصممه انها تبوسه مش فاهم ليه مع انها ميته يعني. وبيدخل ابو الرجوله والشهامه اخونا المتوفي هيون وبيوقفها عند حدها وبيظهر ان عنده قوه جامده جدا. وعلى الرغم من العروسه دي كانت هتدمر لهم الاستوديو بس هيون بيوقفها عند حدها وبيخليها تمشي. اما هي فبتقول لهان والله لا اجيبك هتروح مني فين. وفي مكان تاني بيكون في واحد غني جدا رايح لمحاميه كبيره وقاعد بيشتكي لها انه مرفوع عليه قضيه ظلم يا عيني. اصل الراجل الغني جدا ده واللي عنده عربيه ما فيش زيها في كوريا قرر يركب المترو، ولما بيركب المترو بيقابل بنت مسكينه وغلبانه وكانت واقفه لوحدها فراح يقف في ظهرها وبيحاول يسندها كاي راجل كوري عشان ما تقعش. ولكن ايديه دخلت في اماكن غريبه والبنت بدل ما تشكره انه وقف في ظهرها رفعت عليه قضيه تحرش. والمحاميه بتقول له سيبك انت بلا تحرش بلا بتاع، العربيه الجامده دي بتاعتك؟ فقال لها اه. فقالت له الشارع اللي وراه. فقال لها العربيه دي واحده من 4 عربيات بس موجودين في كوريا ولو خلصتني من القضيه دي هديك لفه بيها. فقالت له لا طالما هتديني لفه يبقى بيب بيب بس كده القضيه محلوله. بس انت قلت لي بقى معلش ايدك راحت فين؟ فقال لها لا ولا حاجه يا استاذه دي بس يعني نزلت 7 سم شويه. فقالت له 7 سم ولا كنت بتتحرش بقى يا راجل يا عره؟ بقى عندك عربيه زي دي ورايح تركب لي المترو؟ انت اكيد بني ادم عندك مراهقه متاخره. وفضلت تديله على دماغه لحد ما الراجل قال لها بقول لك ايه متحرش ولا مش متحرش انت عندك مكتب وعندك قضيه وهديك الفلوس اللي انت عايزاها. فقالت له اسمح لي اقول لك وبكل فخر مش انا المحاميه اللي انت جاي عشان تتعامل معاها، انا واحده هنا بشتغل بدوام جزئي ولسه ده اول يوم ليا بس انا سجلت اعترافك ولو ما رحتش اعتذرت زي الشطور كده للبنت اللي اتحرشت بيها انا بقى اللي هجيب لك مؤبد. والراجل بيبقى هيشد في شعره وبيسيبها ويطلع يجري لحد ما بتوصل المحاميه وبنعرف ان البنت دي هي سو وانها اصلا كانت مدعي عام وكانت مشهوره جدا وللاسف حصل لها مشكله في شغلها واترفدت كمدعي عام ودلوقتي جايه تشتغل بدوام جزئي في مكتب صديقتها المحاميه الكبيره على امل انها ترجع ثقه العملاء فيها من تاني بعد الفضيحه اللي اتعملت لها. وبنرجع تاني لاخونا هان واللي بيكون راقد وتعبان وبيفضل وان جنب منه وبيقولوا ان الفتره دي لازم يفضل في البيت وما يخرجش لان جسمه ضعيف جدا فاي روح ماشيه كده في ملكوت الله تقدر تلبسه عادي جدا. وبنعرف ان هان فاضل له 105 يوم ويكمل 35 سنه يعني يموت زي ما احنا عارفين. وبيقول هان انه بس ما ورثش اللعنه دي من حارس الكاميرا لكن ده كمان حارس الكاميرا تقريبا كده زهق من شغلانته فقام مدي الكاميرا نفسها لعيله هان ومن ساعه جده الكبير وهم مسؤولين عن تصوير الموتى وكمان بقوا بيشوفوا الاموات ويتكلموا معاهم عادي ودي لوحدها اساسا لعنه. واثناء ما هم قاعدين بيتكلموا فجاه بيلاقوا ريحه شياط وبعد شويه بيلاقوا نار وبيعرفوا ان الاستوديو كله بيتحرق. وبنعرف ان اللي عملت كده هي العروسه الجثه وبتسيبهم يتحرقوا وبتمشي عادي. وفي نفس الوقت ده بيكون في ست غريبه كده قاعده مع جوزها في المستشفى واللي بيبقى عنده شلل كلي وبعد ما بتطمن اخيرا انه نام بتقرر فجاه وبعين حزينه وهي بتقول له يا حبيبي يا روح قلبي وبتقوم ماسكه المخده وبتقرر تموته. انا بجد مش فاهم الناس دي. ونرجع لهان تاني بعد ما بيطفوا الحريقه وبتجيلهم الست صاحبه البيت وهي بتقول الله يخرب بيتك كان يوم اسود يوم ما سكنتك انت اصلا شكلك غريب ومش مريحني انت تلم حاجتك من هنا وتمشي ومش عايز اشوف وشك تاني ابدا. ووان بيبقى واقف جنبه وبياخد التهزيق على نفسه وكأن الست بتهزقه هو والست اساسا مش شايفاه اصلا. واليوم اللي بعده بنشوف ست تانية عجوزه وهي بتخبط على باب المستاجره وهي بتقول لها اطلعي انا عارفه انك جوه اطلعي يا مفلسه اللي بقالك 3 شهور ما دفعتيش عموما هجيلك تاني ومش هسيبك. وبعد ما الست بتمشي بتطلع المستاجره واللي بيكون هي نفسها سو وبتقرا الورقه اللي سابتها لها الست واللي بيكون فيها انها ما دفعتش الايجار ولا حتى مصاريف الميه والكهرباء. فسو بتواسي نفسها وبتقول انها خلاص بدات تشتغل وهيبقى معاها فلوس تاني وتسدد الفلوس اللي عليها. ونرجع بقى لهان تاني واللي بيبقى مش عارف يروح يسكن فين بالظبط ما هو ما ينفعش يقفل ولا يوم واحد افرض الجثه جالها مزاج تتصور يعني هيعملوا ايه. لكن وان بيكون شاف له اعلان على النت لمكان حلو جدا ولما بيشوفوه بيلاقي المكان حلو وواسع وكمان سعره قليل جدا. فقام بيقول له بس المكان ده اكيد مسكون. فقام بيقول له ده عز الطلب ما احنا عايزين نروح نتعامل مع عفاريت اصلا. فقام قال له لازم تاخد معاك درع الحمايه. فقام قال له عيب عليك ده انا بقالي 20 سنه بتعامل مع العفاريت. وفعلا بيروح هان للمكان ده واللي بيكون عباره عن شركه كبيره بس لما بيروحوا ما شاء الله بيلاقي العفاريت في كل حته وواضح كده ان هم ارواح شريره سائره تبحث عن فريسه وهان صاحبنا بيكون هو الفريسه وبيبداوا كلهم يتجمعوا حواليه. فبيطلع هان يجري وهم كمان بيطلعوا يجروا وراه والناس في الشركه مش بيبقوا فاهمين مين المجنون اللي عمال يجري في الشركه ده. وعلى اخر لحظه بيدخل الاسانسير وبيتقفل عليه الحمد لله لكن فجاه الاسانسير بيتهز والدنيا بتسود والنور بيقطع وبيعرف ان في روح شريره موجوده معاه ومن وجهه نظر المتواضعه دي اسوأ روح شريره لانه تقريبا كده كان مساعد للمدير الفاسد وبيمسك في رقبه هان ويفضل يقول له انا مش هزور الورق انت مدير فاسد. وهان بيقول له اقسم بالله ما انا
يا عم يخرب بيت اهلك مش انا. وفي نفس الوقت ده بتكون سو عندها مقابله في نفس الشركه، وبتبقى عايزه تركب الاسانسير لانها متاخره، واول ما بتدوس على الاسانسير اللي بيكون فيه هان الاسانسير بيستقر وبينزل، واول ما بيفتح الباب هان بيطلع الروح الشريره، وسو وقتها بتدخل الاسانسير، فالروح الشريره بتبقى هتهجم عليه، فهان وقتها كان عايز يحميها من الروح الشريره، لكن فجاه بيلاقي ان في طاقه غريبه طلعت من سو وبعدت الارواح الشريره كلها عنهم، وده اللي بيخليه يتفاجئ جدا، وبيفضل يبص لها باستغراب، وبيبقى لسه هيسالها انت مين، فبتقول الله يحنن عليك وبتسيبه وتمشي، وهو فعلا بيبقى شكله متشرد بعد اللي حصل له، وبتروح سو المقابله الشخصيه، وكانت لسه خلاص هتدخل تقابل المديرين، لكن بتجيلها رساله من صديقتها المحاميه ان في ست معترفه على نفسها انها قتلت جوزها، لكن واضح كده ان هي مش القاتله، وساعتها سو بتفتكر القضيه اللي مسكتها قبل كده، والشخص اللي كان متهم انه قتل وهو ما قتلش، وللاسف الشخص ده اتعدم، وبعد موته انكشفت الحقيقه، وسو وقتها خسرت كل حياتها المهنيه، وعشان كده بتسيب المقابله وبتروح بسرعه عشان تقابل الست دي. اما بقى هان فبينزل يجيب اكل من عربيه الاكل بتاعه الست العجوزه صاحبه البيت اللي سو ساكنه فيها، وبيكون جاي له الروح الشريره برضه، وبيطلع هو ده المدير الفاسد السبب في الارواح الشريره دي كلها، وبيتفاوض معاه هان على السعر اللي هياخدوه مقابل الشقه، وطبعا الست العجوزه بتستغرب لكن بتسمعه، وهو بيقول انه عايز شقه، وساعتها الست بتقول له بقول لك ايه، انا عندي حل لموضوع الشقه بتاعتك، تعال ورايا، وبتاخده المكان بعيد جدا، وبيفضلوا يطلعوا سلالم، وهي تقول له لا شد حيلك كده ده انت لسه شاب، وبتوديه مكان كده شبه الخرابه، وبتقول له ان ده كان المخزن بتاعها، وبتطلب منه ياخده بسعر قليل جدا، وبتقول له كمان لو عايز شقه يسكن فيها هتدي له الشقه اللي فيها المستاجره اللي زلاها لانها هتطردها خالص، وطبعا الصفقه بتبقى حلوه جدا بالنسبه له، فهم بيقول لها اديني العقد بسرعه. اما بقى سو بتروح القسم عشان تشوف المتهمه، والظابط بيقول لها ان الست اعترفت اصلا ان هي قتلت جوزها، ده غير ان هي مش عايزه اي محامين، لكن سو بتصر انها تدخل لها، ومع ذلك الست برضه بترفض تتكلم، لدرجه انها كمان اتخانقت معاها، وبتقول لها انها خلاص اعترفت انها قتلت جوزها، فيا ريت بقى يعدموها وتخلص لانها زهقت من الحياه دي كلها، بس سو الرخمه بتقول لها واضح انت مش عايزه تتعاوني معايا، لكن مش مهم انا برضه هجيب لك براءه، اصل دي مش ملامح واحده قاتله ابدا، فما تقلقيش قريب هجيب لك البراءه وهرجعك تاني للحياه البائسه دي. اما بقى هان وعفاريته بيجهزوا البيت الجديد عشان يبقى استوديو، واللي بيكون لها بوابه وبتفتح على عالم الاموات والاحياء، واللي محدش يقدر يدخلها من البشر غير هان وعيلته، وطبعا بما ان مفيش فبيبقى هو وبس. وملحوظه رفيعه كده، هان كان ليه عم اختفى من فتره طويله وفضل يدور عليه، ولسه على امل انه يلاقيه. في الوقت ده في عالم الاموات بنشوف جوز الست اللي المفروض انه مات، وبيقرر ان هو لازم يرجع تاني للحياه اصلها سايبه، وبيفضل يجري وبيعدي الطريق الصعب لحد ما بيوصل بوابه الاستوديو، ولما بيدخل بيلاقي هان وهيون ووان، فبيطلب منهم يجيبوا له مراته عشان يقول لها ان ملهاش ذنب وان هي بريئه، وفعلا بيروح هيون للشرطه وبيقدر انه يسحر الضابط وبياخد ملف القضيه وبيمشي، ولما هان بيشوف الملف بيقول انه مش هيقدر يعمل حاجه لمراته لان الست اعترفت اصلا ان هي اللي قتلته وكل الادله ضدها، بس هان ما بيستسلمش وبيروح لها تاني يوم هو منتحل شخصيه محامي، وطبعا بيساعدوا وان وهيون واللي بيقدروا ان هم يسحروا الضابط لحد ما بيقدروا يوصلوا للست المتهمه، ولانه روحها بقت ضعيفه فبيكون حواليها 3 عفاريت عايزين يلبسوها، فهان قال لهم بالذوق كده الست دي تلزمنا، بس هم بيرفضوا، فبيدخل في ال3 شقلباظات لحد ما بيخلص عليهم، وبيدخل هان يتكلم مع الست وهو بيقول لها بقول لك ايه من الاخر كده انت ما قتلتيش جوزك، لكن هي بتقول له لا انا اللي قتلته، فبيقول لها هو انت متخلفه ولا حاجه بقول لك ما قتلتهوش، وبيعرف ان هي فعلا كانت لسه خلاص هتقتله، لكن قلبها بيحن وما بتقدرش وبترمي المخده وبتمشي، بس جوزها بيبقى فايق، ولما بيعرف انها وصلت للحاله دي من اليأس بيشيل الاجهزه عن جسمه وبيقتل نفسه، وفي الوقت ده بتوصل سو، ولما بتسال الضابط مين اللي موجودين عند المتهمه فبيقول لها المحامي، فقلت له انت متخلف يا ابني ما المحاميه مرزعه قدامك اهو، وساعتها بيفوق الضابط من السحر وبيدخلوا بسرعه، وساعتها سو بتشوف هان وبتقول له ايه ده هو انت وكمان طلعت زمل، ده انا فكرتك بائع جاهل يا راجل، بس عموما يعني مش اصول الزماله انك تسرق من المتهمه بتاعتي، بس هان ما بيهتمش بكلامها وبيقول للست المتهمه ان جوزها مستنيها لو عايزه تشوفه للمره الاخيره، وقتها الست بتعيط بحرقه وبتقرر انها تبرأ نفسها من القضيه، وقتها بتدخل لها سو وبتكتشف ان الست دي اصلا بريئه، والست بتفضل تعيط وبتحكي لها انها بتحب جوزها جدا وان حياتهم كانت بسيطه وجميله لحد ما بتحصل له حادثه وبتدمر حياته وبتخليه عايش على الاجهزه وما بيطلعش من المستشفى، وبدات هي تتمرمط في حياتها والديون بتحوطها من كل ناحيه، وده كله فضلت تهتم بجوزها لمده 5 سنين لدرجه ان ضوافره هي اللي كانت بتقصها له، وكانت بترفض اي حد تاني يهتم بيه غيرها، وعشان كده بيتحكم في القضيه، والست دي بتطلع براءه وعلى طول بتروح على مكان الاستوديو عشان تشوفه فعلا، ولما بتوصل هناك بتلاقي جو رومانسي، وهم بيقول لها ان في زرار في الكاميرا هتدوس عليه مره لان اول مره بتظهر الميت بشكله الطبيعي، وفعلا بيجي لها جوزها وبتحضنه بكل حب، وبتفضل تعيط وهي في حضنه لانها كان كل حلمها
انه يرجع تاني لحياته الطبيعيه، وعمرها ما تخيلت ان ممكن يوصل بها اليأس انها تفكر تقتله. وبعد ما بيقضوا وقت لطيف مع بعض وبياكلوا الاكله اللي هما بيحبوها، بعدها هان بيضغط للمره التانيه عشان ياخدوا صوره سوا، وساعتها بيودع الزوج مراته وبيختفي وبيرجع تاني لعالم الاموات، وهي بتنهار من العياط. بس لما بتشوف الصوره بتاعتهم مع بعض بتهدى، وبتكون دي الذكرى الوحيده والاخيره لهم مع بعض. وفي الوقت ده بتيجي سول البيت، لكن بتكتشف ان الباسورد بتاع الباب اتغير، وبتعرف كده ان الست صاحبه البيت طردتها، وخصوصا لما بتلاقي حاجتها قدام الشقه. بس بتنزل على المخزن وبتلاقيه نضيف، فبتعرف ان في حد خده، وبسبب الفضول البشري اللي هيودينا في داهيه بيخليها تدخل البيت. والغريب انها بتلاقي البوابه بتاع الاستوديو مفتوحه، وبتدخل وبتشوف كل حاجه، وده اساسا بيكون غير منطقي لان مفيش حد ممكن يدخل غير هان. في الوقت ده بيكون هان بيفتكر ماضي عيلته، وبنعرف ان اللي بيجي لسن 35 في عيلته لازم يموت في عيد ميلاده مهما كانت الطريقه، يا اما يقع من فوق جبل او يتشنق او بيموت وهو راشق في رمح، اي طريقه المهم انه ما بيفضلش عايش. وبنعرف ان والد هان مات وهو في سن صغير جدا، وهان كان لوحده لحد ما بيجي له عمه اللي اسمه مان، وهو اللي بيربيه وبيحميه. وبنعرف ان عمه هو الحفيد السادس للعيله، وان هو اللي كان مسؤول عن الكاميرا والاستوديو، لحد ما فجاه بيختفي عمه قبل حتى ما يكمل سن ال 35. وبيفضل هان يدور عليه لانه من بعدها هو اللي بيمسك الاستوديو، وبيكون وقتها سنه صغير جدا. وبعد ما بيفوق من ذكرياته وبيكون طالع من الاستوديو، بس فجاه بيلاقي سوف وشه وبيقول لها حتى انت يا انسه متي، يلا البقاء لله فيكي. وبيروح يسلم عليها، بس بيكتشف انها لسه بني ادم عادي وعايشه، فبتفاجئ وبيقول لها معلش انت صاحيه عادي، انت دخلت هنا ازاي؟ الله يخرب بيتك، اطلعي بره هتموتينا كلنا. وكانت هتقع فبيشدها وعينهم بتتلاقى لا هو مش بيه حاجه خالص، لانه بيطردها بره وبيقفل الباب عادي جدا ولا اكنه سمع منها حاجه، وبيطلع ينام. بس بيحس ان هو ظلمها كده وانها بنت كيوت، لكن بيصحى من النوم على تخبيط وترزيع منها وهي بتنادي، وهي بتقول له انت يا حرامي اللي اخدت بيتي. فبيطلع يشوف المجنونه دي بتقول ايه، لانها بتقول انها ممكن ترفع عليه دعوه قضائيه انه اخد بيتها. وقتها بتيجي الست صاحبه البيت وبتهزقها، وبنكتشف ان الست دي تبقى جدتها اصلا، وبتهزها وبتقول لها انها لازم تشوف لها بيت كبير لانها مدعيه عم قد الدنيا، وبتسيبها وتمشي. فبتروح سو تاكل في مطعم وهي بتكلم صديقتها اللي مسافره اجازه في امريكا، وبنعرف ان جده سو ما تعرفش اي حاجه عن المشكله اللي حصلت لها، وعشان كده بتعاملها وحش لانها فاكره ان سو هي اللي سابت الشغل بمزاجها. اما بقى هان بيبقى لسه ما خرجش من صدمه ان البنت دي ازاي قدرت تدخل من البوابه، وهم بيقولوا ان هم لازم يتحققوا من البنت دي لانها احتمال تبقى من عيله هان. اما بقى وان فبيسيبهم وبيروح يتفرج على المسلسل الكوري اللي هو بيحبه، واول ما بيجي عند مشهد البوسه بيلاقي التلفزيون بيهنج فبيخبطه وبيشتغل، وبيجي تاني عند مشهد البوسه وبيقف، فبيقولوا لا بقى اشمعنى المشهد ده بالذات، ولسه هيقرب من التلفزيون بيكتشف ان في روح شريره دخلت من بوابه عالم الاموات وبتفضل تطارده، ورغم انه عفريت برضه بس بيترعب منها، وبيروح بسرعه ينادي الهان. ولما بيجي فعلا بيجي واحد من الاموات، بس المره دي بيكون طفل، فهان بيقول لها اطلع يا حبيبي ما تخافش. بس الطفل الجميل واللي اسمه يون لما بيطلع بيمسك عصايه وبيقدر انه يحرك الحاجات ويخليها تطير في الهواء، وهو بيفكرها لعبه، وما بيخليش حاجه في الاستوديو لما بيخليها تطير، لدرجه ان وان كان ماشي يخبط في الاطباق والحلل اللي طايره. بس بيجي هانو بكل شده بيزعق ليون ويقول له ولد عيب اللي انت بتعمله ده، ويون كأي طفل محترم بيضحك ضحكه خبيثه وبيكسر كل حاجه هو كان بيحركها. وبيفضل وان وهان ينضفوا كل اللي حصل ده لحد ما وسطهم بيتقطم. فوان بيقول له ايه التنظيفات دي كلها؟ ده لو تنظيف الايد يا راجل مش هنتعب كده. فهان بيقول له خليني اقول لك، رغم كل الشقاوه اللي انت شفتها دي، يون ده ملاك بالنسبه للبت اللي جات لي قبل كده. وبنعرف ان هو لما كان عنده 20 سنه جات له بنت عندها 7 سنين وكانت برضه مقتوله، والبنت دي كانت شقيه جدا لدرجه انها كانت بتلعب بيه هو مع الاطباق والحلل، وكانت مطلعه عين اهله. اما يون لما بيلاقيهم قاعدين كده الحمد لله وارتاحوا، بيقوم رافع الحاجات اللي حواليهم ومن ضمنهم التلفزيون وبيكسرهم 100 حته. ورغم كل شقاوته دي هيون بيكون جاب الملف بتاعه، وبنعرف ان هو طفل يتيم ومتربي في ملجأ ومات عن طريق حادث سياره بالغلط، لكن الشخص اللي قتله هرب للاسف ومحدش قدر يمسكه، وحق الطفل الصغير ده راح في الارض. فبيصعب جدا على هان وبيساله لو عايز اي امنيه يعملها له قبل ما يصوره. فيوم بيقول له ان هو عايز لعبه على شكل سيف بتاع الكرتون اللي هو بيحبه، وفعلا بياخدوه بيروح للمحل. بس سبحان الله على حظه القمر بتكون كل السيوف بكل الالوان خلصت، فبيقعد يون يدبدب لهم في الارض وبيمسك في رجل هان عشان يجيب له السيف، وهان بيبقى مش عارف يعمل ايه، والولد ماسك في رجله، والناس في المحل مش فاهمين ايه اللي بيحصل لانهم شايفين واحد مجنون عمال يتلوى، وهان كان هيتكعبل لكن هيون بيساعده، ويا ريته ما ساعده لانه بيستخدم قوته غلط وبيخلي نص غرفه في المحل تقريبا بتقع. وبعد لف كتير جدا مش بيلاقي السيف ولا في محل منهم. في الوقت ده وان بيكون لابس جسم شاب وقاعد بيستمتع بالمشروب بتاعه، فبتيجي بنت كانت عايزه رقم تليفونه لان الشاب ده وسيم جدا، لكن وان قطع الارزاق بيقول لها كان على عيني والله، بس انا عمال ادور على حبيبتي اللي انا مش فاكر هي مين اساسا، وما اقدرش اوعد اي واحده تانية. وهنا فجأة بيشوف بنت زي القمر واللي بتكون هي نفسها سو، فعلى طول بيفتكرها وبيعرف ان هي دي زميلته اللي كان معجب بها وبيحبها وكان لسه هيجري وراها.
لكن بيلاقي مدة التلبس بتاعته خلصت لانها كانت 10 دقايق بس، وما بيقدرش يتحكم اكتر من كده، فبيخرج من جسم الشاب وسوب تمشي. ولما بيروح حل البيت بيلاقي خيمه قدام البيت بتاعه، ولما بيجي يفتحها بيلاقي ان سو قاعده فيها، وقالت له انا قاعده هنا مش ماشيه، انا هبات هنا. بس بيقول لها وعيل انت بس كده، وبيلاقي ان يون قاعد جوه الخيمه ومستخبي. ولما بيحاول هان يشاور له عشان يدخل جوه البيت فبيلاقيه خايف، وسو بتسال الطفل لو كان يعرف هان، فالطفل بيقول لها لا. اما هان فبيتصدم لانها اصلا شايفاه، ده غير انه بيسيبهم وبيطلع يجري، فبتطلع سو تجري وراه، وهان وقتها بيبقى مصدوم. الوليه دي مالها؟ يعني مره تدخل بوابه الاستوديو ودلوقتي شايفه يون اللي هو اصلا ميت، فهيون بيقول له احتمال تكون هي اللي جت عشان تمسك الاستوديو مكانك لانه هيموت ومالوش وريث. وبعدها بيروح هاني يتغدى في مطعم، فبيلاقي سو جايه تقعد على نفس الترابيزه، وده لان مطعمنا عوائل وعايز كل الموجودين يبقوا قابل، وفعلا بينزل الاكل وبيقعدوا ياكلوا. فسو بتلاحظ ان هان بياكل من نفس الاكل اللي هي بتاكل منه، وبتضحك وبتقول له انه كانه اول مره ياكل مع حد، وهو بيبقى عايز يقول لها هو انا فعلا والله اول مره اكل مع حد. وبعد ما بيمشوا بتدي له كوبون وبتقول له انه يقدر يجي ياكل في المطعم ده بنص السعر، وهو بيقول لها بقول لك ايه، انت مهما عملتي مش هديك البيت. فبطلي نحنحها من الاخر وبيسيبها ويمشي. ولما بيروح وان بيقول انه اخيرا لقى نسخه من السيف اللي يون عايزه، وبيكون في واحد من المهرجانات، وفعلا بيروحوا المهرجان بالليل، وهان بيقول لهم ياخدوا بالهم من يون وهو هيروح يجيب السيف. ومجرد ما هان بيمشي يون بيختفي وكانه فص ملح وداب، وبيقعدوا يلفوا عليه في كل مكان. والمهرجان اصلا بيكون في نفس المكان اللي الجده فاتحه فيه عربيه الاكل بتاعتها، فسو بتروح عشان تاكل عندها، والجده بتهزقها تاني لانها بتاكل ما بتدفعش فلوس. وسو بعد الذل اللي شافته بتقعد برضه عشان تاكل، وساعتها بيجي لها يون وبيسلم عليها وبيقعد كمان ياكل معاها. بس بيشوفه هان وبيروح ياخده، لكن الطفل بيبقى خايف منه جدا، فهان بيشيله وهو بيقول له يا ابني هو انت اهبل، ده انا جاي هنا اصلا عشانك. لكن فجاه بيلاقي يون وان قدامه ومعاهم يون كمان، واللي بيخبط هان في رجله وبيقول له يبعد عن اخوه. وبنعرف كده ان هما اتنين توأم، طفل مات وطفل لسه عايش. بعدها بيروح هان مع اصحابه وبيدي السيف ليون، وبيساله هو عايز السيف ليه رغم انه ميت. فبيقول له يون ان النهارده عيد ميلاده هو واخوه، وكان عايز السيف عشان يديه هديه لاخوه التوأم، وده اللي بيخلي هاني يستغرب الطفل رغم انه ميت، الا انه لسه بيفكر في اخوه عايز يساعده. وفي الملجأ بيكون اخوه التوأم بيجهز حاجته لان في عيله في امريكا اتبنته هيسافر معاهم، وبيسأل المشرفه لو يقدر ياخد الشنطه بتاعت اخوه معاه، فبتقول له ايوه، وبيروح عشان يحط الحاجه في الدولاب بتاعه، لكن بيتفاجئ بالسيف ساعتها، فبيمسكه وبيفضل يعيط وهو بينادي على اخوه التوأم. وبيجي يون وبيقعد جنبه وهو كمان منهار من العياط، وهو بيحاول يطبطب على اخوه لكنه مش قادر لانه مجرد روح، وكل واحد فيهم بيعيط وبينادي على التاني بكل حزن وقله حيله. اما سو لما بتروح الخيمه بتاعتها بتلاقي ان في شرطه موجودين وجايين يقبضوا عليها، وبيكون هاني هو اللي بلغ عنها لانه عايز يبعدها عن المكان، وخصوصا بعد ما اتاكد انها مش طبيعيه وبتشوف الاموات زيه. وبعد ما بيخلص منها بيروح هو وان الملجأ، وبيكون متلبس شخصيه بنت وعامل نفسه حبيبه هان عشان يتبنى خيون. لكن للاسف المشرفه بتقول لهم ان هو خلاص في عيله بنته هيسافر، ولسه هان هيحاول يقنعها، فقام بيقول له ابوس ايدك باقي 10 دقايق خلاص وهنتفضح. فبياخدوا نفسهم وبيطلعوا يجروا على اخر لحظه، وبيخرج وان من جسم البنت. ساعتها هان بيشوف اخويون وهو قاعد لوحده حزين ومعاه السيف بتاعه. بعدها بيخرج وبيروح يقف قدام المحل اللي قدام الملجأ، وبيفتكر ان اخويون قبل ما يموت حوش كل الفلوس اللي كانت معاه، وكان رايح عشان يشتري السيف من المحل ده عشان يقدمه لاخويهم عيد ميلادهم. لكن للاسف هو بيعدي الطريق بيخبط فيه واحد وبتوع الحصاله وبتنكسر، فيوم بينزل على الارض ويلم الفلوس اللي هو محوشها، وما بيهتمش بالعربيات اللي حواليه لانه لسه طفل، لحد ما بتيجي عربيه ماشيه بسرعه رهيبه وللاسف بتقتل الطفل الصغير. وساعتها بيجي هان ومعاه رحيون وبيحاولوا يقنعوا اخوه يجي معاهم، وهم هيوروه يون لاخر مره. فالطفل في الاول ما بيصدقش، لكن يوم بيخلي هان يلعب لعبه مع اخوه محدش يعرفها غيرهم وبس. وساعتها اخوه بيصدق وبيروح معاه، وفي الاستوديو بيكون موجود تورته عيد الميلاد، وهان بيضغط على الزرار لاول مره فبيظهر يون، فبيجري عليها اخوه بسرعه وبيحضنه، وبيفضلوا هما الاثنين منهارين من العياط. وقتها اخوه بيساله هو ليه مشي وسابه، لكن يوم بيقول ان هو في مهمه ولما يخلصها هيرجع له تاني، وبيحتفلوا بعيد ميلادهم سوا. وبعدها بياخدوا الصوره الثانيه، بعدها يوم بيودع اخوه هما الاثنين منهارين من العياط. وفي الوقت ده في الملجأ بيكون اتلاحظ غياب الطفل اخويون، فسو بتبلغ الشرطه عن اختفاء الطفل لحد ما بيوصلوا بيقول لهم انه كان مع هان وان هو شاف اخوه، وبيوريهم كمان صورته واخوه. وقتها بيخرج هان للشارع، لكن فجاه بيلاقي كميه ارواح شريره عايزه تاكله، وبيكون عددهم كبير جدا، وللاسف بيقدروا يقعوا على الارض وخلاص بيتلموا عليه، غير انه بيشوف يافطه كبيره كانت هتقع على دماغه، يعني لو ما ماتش بسبب الارواح الشريره هيموت بسبب اليافطه. بس على اخر لحظه وهو على حافه الموت بتيجي سو، واللي فجاه بتظهر معها قوه فظيعه وبتبعد عنه كل الارواح الشريره،
وبتشد هان كمان قبل ما اليافطه تقع عليه. وفجاه هان بيشوف ختمه من القوى الخارقه بتمنع عنه كل الشياطين، وده اللي بيفاجئه. بس بعدها بتجيله الشرطه وبنعرف ان سو بلغت عنه بخطفه للاطفال، بتردوا له القلم يعني. ولما بيروح القسم بيحاول يفهمهم ان ما عملش حاجه، لكن فجاه بيلاقي في القسم شله ارواح شريره، وبنعرف ان هم عصابه وكان هدفهم اصلا هم عايشين ان هم يسرقوا الكاميرا. ولما ماتوا بقى هدفهم يتخلصوا من هان ويسرقوا الكاميرا برضه، ولسه هيقربوا منه. لكن الختم اللي فيه قوه خارقه ما بتخليش اي حد فيهم يقدر يلمس هان، واللي بيقرب منه بيترمى بعيد بقوه خارقه. وده بيحصل بس لما يكون سو قريبه منه، ولما بيبعد عنها الختم بيختفي. وطبعا لانه ما عندوش حد يضمنه فبيدخلوه الزنزانه وبيدخلوا معاه العصابه، لكنه بيمسك في ايد سو وهو بيقول لها ابوس ايدك ما تروحيش وتسيبيني معاهم. لكن هي بتفكره مجنون، وخصوصا بعد ما بيحكي لها انه مصور ارواح، لكنها مش بتهتم بيه وتسيبه وتمشي. فالعصابه بيستفردوا بيه. واليوم اللي بعده بيجي له اخيرا وان وبيتلبس في جسم شاب، وبيقدر ان هو يخرج هان اللي بيروح بكل حزن وبيحكي كل المشاكل اللي عنده للقسيس، اللي بيقول له والله يا ابني مشاكلك على راسي، بس انا كمان عندي مشكله ممكن احكيها لك. فهان بيقول له اتفضل يا عم الحاج. فالقسيس بيقول له ممكن تساعدني، اصل النهارده جنازتي ورجعت عشان عايز منك خدمه. فهان بيقول له حتى انت يا عم الحاج، وبياخد ديله في اسنانه وبيطلع يجري. وبيرجع الاستوديو فبيلاقي الجده عايزه تتصور، فبيصورها صوره اي كلام لانه عايز يعرف منها معلومات عن حفيدتها. وقتها حكت له عن سو وان ابوها وامها ماتوا في حادثه وهي صغيره، وللاسف كل ده حصل قدام عينيها. فبياخد نفسه بسرعه وبيروح للمكتب اللي هي شغاله فيه، وبيحاول يقنعها ان هو بيشوف الاشباح والعفاريت، بس هي برضه مش بتصدق. فبيقول لها خلاص انت حره، وبيطلب من وان يعمل اي حاجه عشان يثبت لها ان في عفاريت معاهم. لكن الغريب بقى انه كل قدراتهم الخارقه ما بتشتغلش خالص عليها، وهان بيبقى شكله وحش قدامها جدا لحد ما بتجيلها رساله. فوان بيشوف الرساله وبيقول محتواها لهان، وساعتها سو المجنونه بتصدقه وبتقول له كراماتك، ده انا هنفذ لك كل اللي انت عايزه. وبيروحوا فعلا يتعشوا سوا، وبيقول لها انه محتاجها عشان تحميه، وان الموضوع مش هيطول لانه ما عدلوش في الحياه غير 100 يوم بس. واي نعم بتحس بالاسف عليه، ورغم كده بترفض لانها حاسه بالياس من ساعه ما سابت شغلها. وفي نفس اليوم بالليل بيجي له القسيس على هيئه روح، وبيطلب من هان واصحابه يساعدوه، وبيقول لهم ان اللابتوب بتاعه عليه فيديوهات وهو مش عايز اي حد يشوفها لانها فيديوهات خادشه للحياه، حتى انت يا حاج مش عاتق. وفعلا بيبداوا يساعدوه. فبيروح يجيب المخطط بتاع الكنيسه من جوه عشان يعرفوا هيدخلوا منين ويخرجوا منين، وبيجهزوا كل حاجه. وبيبقوا المفروض ان هم يروحوا الكنيسه عشان يحذفوا الحاجات من على اللابتوب، لكن هيوم بيقول لهم ان دي حاجات منافيه للقانون وانه عمره ما هيعمل كده، وده لانه كان شرطي سابق. وتاني يوم بنشوف واحده من العاملات بتتكلم مع جده سو، وكعاده اي ست لتاته بتجيب في سيره الناس. الست بتسالها يا سو شغاله فين دلوقتي بعد ما طردوها كمدعي عام، واللي تنشك في لسانها قالت كل ده وحكت كل حاجه للجده، اللي عرفت ان حفيدتها ما سابتش شغل ولا حاجه، وانها انطردت بفضيحه. وده اللي بيخليها بتتضايق جدا وبتحس بالحزن على حفيدتها، وانها كل ده كانت بتعملها بقسوه وهي ملهاش ذنب. وفي نفس اليوم بالليل بتقرر سو تروح تزور هان، وللمره الثانيه بتقدر تدخل من بوابه الاستوديو، بس المره دي بيرحب بيها هان واصحابه. وطبعا هي مش شايفاهم وشايفه بس حاجات بتتحرك، ورود ومشروبات، بس بتبقى مبسوطه. وهان بيحكي لها عن شغله، وهي بتقول له برضه انها مش هتساعده. واليوم اللي بعده بيروح هان واصحابه القسيس للكنيسه، وبيلاقوا اللابتوب اخيرا، بس بيبقى فيه باسورد. فالقسيس بيقول لهم انه دايما كان بيستخدم صباعه، وبما انه مش عارف يستخدمه دلوقتي فهو ناس الباسورد. فهان بيقول له ابوس ايدك مش وقت نسيان، حاول تفتكر. لكن ما بيلحقش لان تلاميذ القسيس بيوصلوا وبيقفشوا هان، اللي طبعا ما بيلحقش يهرب. في الوقت ده بتروح سو حفله خاصه بالمدعين، ولما بتدخل الحفله بتشوف الحفله كلها ما شاء الله عباره عن عقارب وتعابين بس في هيئه البشر، وده تعبير مجازي لشويه الاوباش اللي جوه، ومنهم واحده محاميه مغروره ومتكبره وبتكلم صوت بطريقه زباله. ومش بس كده، ده كمان بتصر انها تعرفها انها بقت مدعي عن مكانها. وكمان بيجي رئيس المدعين واللي هو كان مدير سو، واللي هو نفس الشخص برضه اللي طردها بعد ما لبسها الليله كلها بتاعه المكتب، لان القضيه دي ما كانتش سو لوحدها اللي متهمه فيها. فبتخرج وهي حزينه ومخنوقه، وساعتها بيتصل بها الضابط وبيقول لها انه عايزها بسرعه عشان هان متهم في قضيه سرقه اللابتوب بتاع القسيس. فبتروح وهان بيحاول يفهمها الموقف، وهي طبعا بتبقى مصدقاه. فالضابط بيقول له لو هو صديق القسيس فعلا اكيد عارف الباسورد. وسو رغم انها مش شايفه القسيس بس بتترجاه يفتكر الباسورد عشان هان ما يبقاش شكله وحش. واخيرا بيقدر يفتكر الباسورد، واللي بيبقى اسم بنت مغنيه من فرق الايدول. وبيتفتح اللابتوب اخيرا وبيشوف الفيديو الخادش للحياه، واللي بيكون كلها فيديوهات وكليبات لفرقه ايدول هو بيحبهم جدا، والواضح ان هم مشهورين جدا عشان كده الاسم كله بيقلب زيطه، وبيفضل يرقص على الاغاني بتاعتهم حتى المساجين. وبعد ما بتروح سول البيت جدتها بتلاقيها قاعده قدام باب الخيمه بتاعتها، فبتصعب عليها جدا وبتطلب منها تلم حاجتها وتدخل تقعد معاها جوه. وفعلا بتدخل معاها، والجده بتطبطب عليها وبتحاول تهون عليها الايام الصعبه اللي هي كانت فيها من غير ما تحكي لها انها عرفت.
واليوم اللي بعده الجده بتروح لمكتب القضاء وبتاخد معاها شويه حلويات عشان تقابل المدير اللي رفض حفيدتها وتحاول تحنن قلبه عليها، لكن للاسف الامن بياخدها وبيطردها بره، وبيدخل المدير ده من غير حتى ما يبص عليها ولا يسمعها، والجده المسكينه مش بتستسلم وبتقول انها هتيجي كل يوم، لكن للاسف ما تعرفش ان ده اخر يوم ليها لانها بتتعب جدا وهي بتركب الباص وبتقع وبتموت. وفي الوقت ده بيجي اتصال لسو ان جدتها في المستشفى، وفي الوقت ده بتكون الجده دخلت من باب الاستوديو وبتطلب من هاني يساعدها، فاول ما بيعرف انها ماتت بيتصدم وبتطلب منه يروح ينقذ حفيدتها لان سو من الصدمه بتقعد في نص الشارع وتعيط وهي مش حاسه بنفسها، لحد ما بيجي لها هاني وبيشدها من قدام العربيات، فبتساله هي لو كان شاف جدتها، وللاسف ما بيقدرش يرد عليها، ولما بيروح للمستشفى وبتشوف جثه جدتها بتنهار من العياط عليها، وبعدها بيبداوا في مراسم الجنازه وبتيجي الشرطه وبيسلموا سو حاجات جدتها، ومن ضمنهم علبه الحلويات اللي كانت جايباها واللي ما بتبقاش عارفه سو جدتها كانت جايباها لمين. اما بقى الحاجه جدة سو فبتقرف هم في حياته وبتقول انا طلبي الوحيد ان حبيبتي ترجع الشغل تاني، اتفضل بقى وتصرف، وهو يحاول يقنعها يا حاجه يهديكي يرضيكي مفيش حد فتح اصلا دلوقتي، تقول له لا معلش اتصرف، هو انت مش المفروض تحقق لي امنيه؟ وبيقوم فعلا بس بيروح عشان يساعد سو في اجراءات الجنازه، والجده وقتها كانت بتحاول تجمع كل الفلوس اللي معاها عشان حفيدتها. في الوقت ده بتكون سو قاعده حزينه على جدتها، وبعدها بيرجع هاني يقعد مع الجده وبنكتشف انها ما تبقاش جده سو البيولوجيه وانها مش هتقدر تعرفهم مين اهلها لانها ما تعرفهمش اصلا. في الوقت ده بتيجي سو وهي متعصبه جدا وبتدخل الاستوديو وبتسال هان لو كانت جدتها متضايقه منها ومش عايزه تشوفها، وبتطلع الصوره وبتقول له انها اكيد جدتها اتصورت لوحدها وانها مش عايزه تشوفها، والجده وقتها بتزعل جدا على حفيدتها وبتحاول تقرب منها، بس ختم القوه اللي حوالين سو بيبعد الجده وبيخليها تخبط في الحاجات اللي موجوده وتقع على الارض، فسو بتشوف صورتها هي وجدتها وبتفضل تعيط وبترجع تاني على البيت وبتحاول تلم كل حاجه موجوده فيه خاصه بجدتها عشان تحتفظ بيها، لكن الجده بتتضايق وبتطلب من هان يطلب منها تعمل مراسم الدفنه وتدعي الناس للدفن عشان يدفعوا فلوس لان جدتها كانت بتدفع فلوس كتير زي النقطه عندنا كده، لكن سو بترفض الفكره دي، وده اللي بيخلي الجده تتضايق جدا، وخصوصا انها مش عارفه تتكلم معاها، وده بيخلي النور يقيد ويطفي كتير، فبتفهم سو ان جدتها متضايقه، وساعتها بتقرر غصب عنها انها فعلا تعمل الجنازه، وبتقعد في اليوم ده تسهر مع هان وهي متضايقه، وبيبداوا يقربوا من بعض اكتر، وتاني يوم في الجنازه بتيجي الست صديقه جده سو وبتعتذر منها لانها هي اللي قالت للجده على موضوع ان سو اترفضت، وده اللي خلاها تتضايق وتتعب وكان للاسف سبب في موتها، وساعتها سو بتفهم كل اللي حصل، وبعد الجنازه بتقعد وهي منهاره من العياط لان جدتها كانت عارفه كل ده، وده اللي خلاها تتعب وتموت، وبكون ساعتها صديقه سو اللي كانت مسافره رجعت وبتحاول تهون عليها، لكن سو بتبقى منهاره فعلا بسبب موت جدتها، وبعد الجنازه بتكون الجده خلاص قدرت تجمع الفلوس اللي كانت مديها لكل الناس مع دفتر التوفير بتاعها، وسابت المبلغ كله عشان سو، وكانت خلاص عايزه ترجع تاني لعالم الاموات، لكن هان بيرفض وبيقول لها ان سو من حقها تشوفها لاخر مره، وفعلا الجده بتوافق. في الوقت ده بتكون سو نايمه في قلب المكان بتاع العزاء وبتحس انها شايفه جدتها، لكن بيطلع هان اللي بيفضل قاعد جنبها وبيسيبها تنام على كتفه، وقتها بيفتكر الجده وهي بتعرفه على كل اصدقائها اللي فاتحين عربيات اكل جنبها، وبعدها بيسيب حاجه الجده قدام سو ويمشي، وفي اخر يوم للجده هان بيخليها تلبس فستان معين وبيقول لها ان هم جاهزين عشان ياخدوا الصوره الاخيره، وبتطلع بتلاقي ان هم مجهزين لها مكان كويس جدا وكله ورود وشاشه كبيره وفيها شجر خوخ، وبتكون سو موجوده ولابسه نفس الفستان بتاع جدتها، وهان وقتها بيقول لها ان سو هي اللي جابت الربيع، وده لان الجده كان نفسها تستمتع بالربيع وتشوف الورود، وساعتها بنعرف ان هان ساب لسو دفتر الجده واللي كان فيه كل ذكرياتهم مع بعض، وكمان كل الفلوس اللي كانت كاتباها الجده وسايباها عشان سو، ده غير ان الفريق كله اشتغل عشان يجهزوا المكان الرائع ده عشان حفله وداع الجده، وساعتها هان بيضغط اول ضغط على الزرار وبتظهر الجده وكل واحده فيهم بتقول ان هي عايزه الثانيه، وبيقضوا وقت لطيف مع بعض لحد ما بيجي ميعاد الضغطه الثانيه وبياخدوا الصوره الجميله، والجده بتودع حفيدتها اللي بتنهار من العياط بعد كده، وبينتهي اليوم بسلام، لكن هيوم بيسال هان ايه اللي خلاه خاطر وياخد اللقطه دي بره الاستوديو، وبيساله لو كان معجب بسو، ساعتها هان بيحس بحيره وبنفتكر ان هو اتكلم مع الجده اللي حكت له على يوم حادثه والده سو وابوها الحقيقيين، وان من يومها سو عندها علامه في دراعها، والعلامه دي بنكتشف ان هي سبب القدره الخارقه اللي عندها، لكن العلامه دي جات لها منين وازاي، وهل ورثتها من حد، وازاي هتقدر ترجع سمعتها تاني وتثبت انها مدعي عام ناجح مش فاشله، واذا كان فعلا هان حبها ولا لا، ده اللي هنعرفه في الجزء الثاني، وده لان المسلسل لسه بيعرض حاليا، فانتظرونا في الجزء الثاني ان شاء الله، واتمنى يكون الجزء الاول عجبكم. سلام.